في قلب مرتفعات اسكتلندا، حيث يلتصق الضباب بالصخور القديمة كالكفن، وقف منزل لينر. كان مكاناً ذا جمال مظلم وأساطير أكثر ظلمة. كان القصر بناءً ضخماً من الجرانيت الرمادي، تشبه نوافذه العديدة عيوناً جوفاء تحدق في المستنقعات المقفرة. لعقود ظل فارغاً، شاهداً صامتاً على مآسٍ منسية. همس السكان المحليون، حكايات عن تاريخه الملعون، عن ظلال تتحرك من تلقاء نفسها، وأصوات تتردد في قاعاته الشاغرة. عرفوا أن يحافظوا على مسافتهم، ليتركوا الأهوال النائمة تركض بسلام داخل جدرانه المتداعية. كان المنزل ينتظر، صبوراً وجائعاً، حتى تتجول حياة جديدة في قبضته. في ربيع عام 2023 رأى رجل أعمال ثري يدعى ويليام، غافلاً عن الفولكلور المحلي، إمكانات فقط في هذا العقار الكبير. حلم بإعادة مجده السابق، باستضافة حفلات فخمة داخل غرفه المترامية الأطراف. اشتراه بسعر منخفض بشكل مفاجئ، متجاهلاً تحذيرات القرويين على أنها مجرد خرافات. انتقل للعيش فيه بمفرده، متحمساً لبدء التجديدات، وعقله مليء بالرسومات الهندسية وخطط التصميم. الأيام الأولى كانت مليئة بأصوات طموحه، صدى خطواته إيقاعاً وحيداً ضد الصمت العميق للمنزل. شعر ببرودة غريبة، لكنه عزاها إلى الطقس الاسكتلندي، وليس إلى الوجود الخبيث الذي كان يستيقظ ببطء حوله. لم ينتظر المنزل طويلاً ليكشف عن طبيعته الحقيقية. البرودة الأولية التي شعر بها ويليام تعمقت إلى برودة ملموسة، بدت وكأنها تنبعث من حجارة المبنى نفسها. كانت الأبواب تغلق بقوة في الممرات الفارغة، وهمسات خافتة تتسلل إلى أذنيه وهو يحاول النوم. كان يلمح لمحات عابرة لأشكال في أطراف رؤيته، أشكال داكنة تختفي لحظة أن يستدير لينظر. أصبح شعور المراقبة المستمرة لا يطاق. لم تعد القاعات الكبرى تبدو مرحبة، بل بدت وكأنها متاهة مصممة لاحتجازه. كل زاوية تخفي رعباً جديداً غير مرئي يتلاعب بعقله. بعد 27 يوماً من عبوره العتبة لأول مرة، تحطم الحلم وتحول إلى كابوس دموي. تلقى الشريف المحلي مكالمة محمومة، سلسلة من الصرخات غير المفهومة وطلبات المساعدة. عندما وصلوا، وجدوا الباب الأمامي مفتوحاً، يتأرجح بشكل مخيف في الريح. أثر من الدماء قاد من الدرج الكبير إلى المدخل، ملطخاً سجاد باهظ الثمن والخشب المصقول. أما ويليام، فلم يكن هناك أي أثر له، باستثناء سيارته وممتلكاته الشخصية المهجورة. كان قد فر إلى الليل، تاركاً وراءه ثروة من الممتلكات، ولغزاً تقشعر له الأبدان. عثر عليه بعد ساعات على جانب طريق، أشعثاً ومرعوباً، وذراعه مجروحة بعمق. لم يتحدث أبداً عما حدث، لكن عينيه حملتا رعباً، أكد أن أساطير منزل لينر لم تكن مجرد قصص. مرت الشهور، وساد الصمت منزل لينر مرة أخرى، وقد اكتمل انتصاره على ويليام. لكن العالم استمر في مسيرته التي لا تتوقف. في مدينة بعيدة وقعت مأساة رهيبة. قتلت أخت ويليام المنفصلة عنه وزوجها في حادث سيارة مفاجئ وعنيف. تركت وفاتهما المفاجئة طفليهما الصغيرين، صوفي ذات ال8 سنوات، وأخوها رون ذو ال10 سنوات، يتيمين ووحيدين. وفقاً للوصية، وقعت وصايتهما على قريبهما الوحيد الحي، عمهما ويليام. نفس ويليام الذي أصبح الآن منعزلاً، يطارده شياطين إقامته القصيرة في اسكتلندا. كان رجلاً محطماً من الخوف، في حالة لا تسمح له برعاية طفلين حزينين. ويليام، الذي لا يزال يعاني من تجربته، لم يستطع تحمل فكرة العودة إلى ذلك المكان الملعون. ومع ذلك، كانت الإجراءات القانونية واضحة. أصبح مسؤولاً الآن عن صوفي ورون، غير قادر على مواجهتهما وغير راغب في تعريضهما لحياته الممزقة. اتخذ قراراً بارداً ويائساً، رتب لإرسال الأطفال إلى منزل لينر. برر ذلك أن العقار الكبير سيوفر لهما مساحة، ويمكنه توظيف موظفين لرعايتهما من بعيد. كان قراراً نابعاً من الرعب والانفصال، طريقة للوفاء بواجبه دون مواجهة مصدر جنونه. قال لنفسه إن هذا هو الأفضل.
كانت الرحلة إلى منزلهما الجديد رحلة حزينة لصوفي ورون. كانا لا يزالان غارقين في حزنهما العميق على فقدان والديهما، يتشبثان ببعضهما البعض للراحة. بينما كانت سيارتهما تسير عبر المرتفعات القاتمة والجميلة، ظهرت صورة منزل لينر المهيبة، واقف ضد السماء الرمادية كشاهد قبر وجوده بارد وغير محبب. صوفي طفلة حساسة وهادئة تمسكت بدبها البالي بقوة أكبر، غمرها شعور بالرهبة. رون محاولا أن يكون الأخ الأكبر الشجاع، وضع ذراعه حولها، لكنه لم يستطع التخلص من الشعور بأنهما يرسلان إلى مكان لا يمكن للفرح أن يعيش فيه. قوبل وصولهما بصمت مزعج. انفتح الباب الخشبي الكبير بصرير ليكشف عن قاعة واسعة مليئة بالظلال والرائحة الخافتة للغبار والتعفن. كان الهواء ثقيلا وساكنا، كل صوت يصدرانه، كل خطوة ناعمة تتردد بشكل غير طبيعي في المساحة الشاسعة. بدا المنزل وكأنه يراقبهما، روحه القديمة تقيم الشكلين الصغيرين الحزينين اللذين يقفان الآن في ملكيته. بالنسبة لصوفي ورون، لم تكن هذه بداية جديدة، كانت بداية النفي. طرد إلى قلعة باردة ووحيدة بدت بالفعل كسجن. انتهت طفولتهما، وكان فصل جديد ومخيف على وشك أن يبدأ. في الفراغ المقفر لمنزل لينر، قدمت شخصية واحدة قوية قدرا صغيرا من الراحة. السيدة ماندي، امرأة من القرية المجاورة، استأجرها ويليام لتعمل مدبرة منزل وطباخة. كانت امرأة طيبة وعملية ذات وجه دافئ وعينين رأت الكثير من صعوبات الحياة. كانت قد سمعت القصص عن المنزل بالطبع، لكن طبيعتها العملية وحاجتها للعمل فاقت خوفها. بذلت قصارى جهدها لجعل القصر الواسع يبدو كمنزل أكثر دفئاً للطفلين الحزينين، حيث أعدت وجبات دافئة وتأكدت من نظافة غرفهما، محاربة البرد الدائم بإشعال النيران في المواقد. على الرغم من جهود السيدة ماندي، ظلت صوفي ورون منطويين وغارقين في حزنهما. كان حجم المنزل الهائل مرهقاً، وبدا جوه القمع وكأنه يضخم وحدتهما. كانت صوفي تقضي ساعات وهي تحدق من النافذة في المنظر الطبيعي الكئيب، بينما كان رون يتجول في الممرات الطويلة الفارغة، وكانت خطواته هي الصوت الوحيد. عرفت السيدة ماندي أنهما بحاجة إلى أكثر من مجرد مدبرة منزل، كان بحاجة إلى التوجيه والتعليم ووجود لطيف ومستمر. كتبت إلى ويليام ناصحة إياه بشدة بتوظيف مربية يمكنها تكريس وقتها لرفاهية الأطفال العاطفية والتعليمية. كانت مناشدة للمساعدة نيابة عنهما. وافق ويليام من منفاه الاختياري، وضع إعلانا، وسرعان ما تقدمت شابة تدعى جوليا للوظيفة. كانت جوليا معلمة متفائلة ومرنة، تبحث عن مهرب من ضوضاء المدينة وفرصة لإحداث فرق حقيقي. جذبتها العزلة والراتب المرتفع للوظيفة في منزل لينر إلى حسها بالمغامرة. غير مدركة لسمعة القصر المظلمة، قبلت الوظيفة بحماس وحزمت حقائبها وكتبها مستعدة لتحد جديد. تخيلت حياة هادئة في الريف تساعد طفلين على الشفاء. لم يكن لديها أي فكرة عما كانت تسير إليه حقاً. كان وصول جوليا كشعاع شمس قصير يخترق سحابة عاصفة. كانت مشرقة، نشيطة، وابتسامتها حقيقية. قدمتها السيدة ماندي للأطفال، وشعرت على الفور بتعاطف عميق تجاههم. رأت الحزن في أعينهم، وجعلت مهمتها إعادة الضحك إلى حياتهم. أفرغت كتبها، وأنشأت فصلاً دراسياً في إحدى الغرف الأقل إثارة للخوف، وبدأت عملها. لفترة قصيرة بدا وكأن وجودها قد يكون كافياً لدفع الظلام بعيداً، ومع ذلك كان المنزل يترقب وقته، منتظراً أن تخفض الوافدة الجديدة حذرها. لم يدم السلام الهش الذي جلبه وصول جوليا طويلاً. بدأ المنزل يتحرك، وطاقته الخبيثة تركزت على السكان الجدد. بدأت بأحداث صغيرة ومقلقة. كانت جوليا تسمع همسات خافتة بالكاد مسموعة، كصوت حفيف الحرير أو تنهيدة من غرفة فارغة. كانت الأبواب التي تعرف أنها أغلقتها توجد مفتوحة قليلاً. كانت الأشياء في الفصل الدراسي تحرك قليلاً من مكانها الذي تركتها فيه. في البداية
تجاهلت هذه الأحداث على أنها ناتجة عن منزل قديم يستقر أو عقلها المتعب. لكن الحوادث تزايدت وتكررت وأصبحت أكثر تعمداً، وبدت برودة مستمرة ومزعجة تتبعها من غرفة إلى أخرى. كان الأطفال أول من يراهم. في إحدى الأمسيات بينما كانت جوليا تقرأ قصة لسوفي، اتسعت عين الفتاة الصغيرة من الخوف. أشارت بإصبع مرتعش نحو زاوية مظلمة من الغرفة. الفتاة الحزينة تراقبنا، همست. لم تر جوليا شيئاً سوى الظلال، لكن سوفي كانت مصرة. بعد فترة وجيزة بدأ رون يتحدث عن صبي يدعى بيتر. قال إن بيتر كان يلعب معه مقالب ويخفي ألعابه ويهمس باسمه في الممرات الطويلة. حاولت جوليا تبرير تجاربهم على أنها مظاهر للحزن أو أصدقاء وهميين تم إنشاؤهم للتغلب على صدمتهم. ومع ذلك عقدت عقدة باردة من الخوف في معدتها. كانت أوصاف الأطفال متسقة للغاية ومليئة بالرعب الحقيقي. سرعان ما أصبحت الأشباح أكثر جرأة، ولم تعد تكتفي بالبقاء في الأطراف. في إحدى الليالي استيقظت جوليا على صوت بكاء طفل خافت. باتباع الصوت وجدت نفسها في الردهة الرئيسية. ضوء القمر يتدفق عبر النوافذ الطويلة. هناك في أقصى نهاية الردهة رأتها فتاة صغيرة ترتدي فستاناً قديماً باهتاً، وجهها شاحب وملطخ بالدموع. كانت شبه طفلة تدعى دونا. بينما كانت جوليا تشاهد متجمدة في مكانها، ظهر شكل صبياني بجانب الفتاة. كان لديه ابتسامة ماكرة تكاد تكون قاسية. هذا كان بيتر. حدقاً في جوليا، عيونهما قديمة ومليئة بحزن بدا مرتبطاً بعمق بصوفي ورون. لم يعد المطاردة خوفاً سرياً، بل حقيقة مشتركة ومخيفة. بدا أن أشباح دونا وبيتر تنجذب إلى الأطفال الأحياء. وجودهما تذكير مستمر ومقشعر بأنهما ليسا وحيدين. اعترفت السيدة ماندي ووجهها عابس بأن القرويين تحدثوا عن طفلين توفي في المنزل قبل قرن، وأرواحهما محتجزة داخل جدرانه. الهمسات في الجدران الآن لها أسماء. الظلال الآن لها وجوه. المنزل لم يكن مجرد مسكون، كان محتلاً، وكان سكانه الأشباح يزدادون تملكاً لرفاقهم الجدد سوفي ورون. تزايد وجود الطفلين الشبحين دونا وبيتر يوماً بعد يوم، وتحولت ألعابهما من مؤذية إلى خبيثة. ركزوا عذابهما على جوليا، معتبرينها عقبة بينهما وبين علاقتهما بسوفي ورون. في إحدى الظهيرات بينما كانت جوليا ترتب الكتب في المكتبة، انغلقت الأبواب الثقيلة وسمع صوت طفلها محاصرة إياها في الداخل. انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير، وأحاطتها الهمسات الشبحية ساخرة وغاضبة. طارت الكتب من الرفوف متناثرة حولها بينما كانت تجلس على الأرض وقلبها ينبض بالرعب. كان ذلك تحذيراً واضحاً وعنيفاً بالرحيل. بدأت الأشباح تتفاعل مباشرة مع صوفي ورون، وأصبح تأثيرها أكثر شراً. بدأت صوفي تعاني من كوابيس حية تستيقظ صارخة عن الغرفة المظلمة في القبو. أصبح رون أكثر عدوانية وسرية، مدعياً أن بيتر كان يعلمه ألعاباً قديمة. كانت جوليا تجد رسومات غريبة ومقلقة في دفاتر ملاحظاتهما، رموزاً بدائية وصوراً لمذبح مظلم. لم تكن الأشباح مجرد أشباح في المنزل، بل كانت تحاول إفساد الأحياء وتسحبهم إلى عمق طاقة القصر المظلمة. شعرت جوليا بأن سباقاً يائساً ضد الزمن قد بدأ، كان عليها حمايتهما. كانت محاولات جوليا لخلق بيئة آمنة وطبيعية تحبط باستمرار. خلال أحد الدروس تجلى شبح بيتر بوضوح في الغرفة، وتجسد شكله للحظة مرعبة. انقضوا على رون ليس بنية الإيذاء، بل لسحبه إلى عناق شبحي هامساً بوعود اللعب الأبدي. صرخت جوليا وألقت كتاباً ثقيلاً على الشبح الذي مر عبره دون أن يمسه سوء. حول الشبح عينيه البادتين نحوها، وجهه مشوه بالغضب قبل أن يتلاشى. ترك اللقاء جوليا مهتزة حتى النخاع. لم تكن تقاتل الظلال فحسب، بل كانت تقاتل من أجل أرواح الأطفال أنفسهم. بلغ الرعب ذروته في ليلة عاصفة. استيقظت جوليا على صرخات صوفي المذعورة وهرعت إلى غرفتها. وجدت الفتاة الصغيرة مختبئة في سريرها تشير إلى خزانة الملابس. انفتح الباب ببطء كاشفاً ليس شبح دونا،
بل شكلاً طويلاً مظلماً بعينين حمراوين متوهجتين. كان وجوداً أقدم وأكثر شرًا من الأطفال. انبعث من الكيان كراهية نقية، ووجوده المخيف امتص كل الدفء من الغرفة. أمسكت جوليا بصوفي وركضت، وصدى ضحكات عميقة خشنة خلفهما. عرفت حينها أن دونا وبيتر لم يكونا مصدر الشر في منزل لينر، بل كان مجرد أول ضحاياه. مدفوعة باللقاء المرعب مع الكيان الغامض، أدركت جوليا أنها لم تعد تستطيع تحمل الخوف. كان عليها أن تفهم الشر الذي تغلغل في منزل لينر إذا كان لديها أي أمل في هزيمته. بمساعدة السيدة ماندي المترددة، بدأت في البحث في الزوايا المنسية للقصر. قادهما بحثهما إلى القبو المقفل، المكان الذي ظهر في كوابيس صوفي. بعد كسر القفل الصدئ، نزلتا إلى الظلام الرطب والعفن. خلف جدار من الطوب المتهالك اكتشفتا غرفة مخفية. كان الهواء كثيفا بشعور ملموس من الرهبة، وكانت الجدران مغطاة بنفس الرموز المقلقة التي رأتها جوليا في رسومات رون. في وسط الغرفة السرية وقف مذبح حجري أسود ملطخ ببقع داكنة وقديمة، وتناثرت حوله كتب متحللة مجلدة بجلد بشري. فتحت جوليا ويداها ترتجفان أحد الكتب السحرية. وصفت النصوص طقوساً شيطانية مظلمة، احتفالات مصممة لاستدعاء كيانات قوية وربطها بالعالم المادي. كانت الطقوس تتطلب تضحيات. أصبح واضحاً بشكل مرعب أن منزل لينر لم يبنى كمنزل، بل كمكان عبادة لطائفة مظلمة. الشر لم يكن مجرد في المنزل، بل كان أساس المنزل نفسه. كشفت تحقيقات أخرى في تاريخ القصر عن صلة مرعبة. كانت الأرض التي بني عليها منزل لينر في السابق موقعاً لمقبرة قديمة غير مقدسة. اختارت الطائفة التي بنت المنزل هذا الموقع عمداً لتسخير الطاقات المظلمة للموتى. كانت أشباح دونا وبيتر أطفال زعيم الطائفة لم يكونوا مجرد أرواح محتجزة، بل تم التضحية بهم على المذبح الحجري في طقس لخلق بوابة دائمة للكيان الغامض الذي رأته جوليا. كانت أشكالهم الشبحية مرتبطة بالقصر، حراس أبديون وموصلون للشيطان الذي يخدمونه. اكتملت آخر قطعة من اللغز عندما عثرت جوليا على يوميات زعيم الطائفة. تحدثت عن نبوءة يتطلب الكيان قوة حياة طفلين جديدين، أحدهما ذو قلب نقي والآخر ذو روح متمردة، ليتجلى بالكامل ويسير على الأرض. لم يتم اختيار صوفي رون عشوائياً، كانت تضحية النهائية المقصودة. لم تكن أشباح دونا وبيتر تحاول اللعب معهما، بل كانت تحاول إعدادهما لتدريبهما على الطقس الذي سيلتهم أرواحهما ويطلق شرًا لا يوصف على العالم. كان المنزل فخًا، وكان على وشك أن ينطلق. وصلت ليلة الانقلاب الشتوي، التاريخ الذي تنبأ به كتاب الطائفة السحري للطقس الأخير. بلغ النشاط الخارق للطبيعة في المنزل ذروته. قوة قوية غير مرئية سحبت رون من سريره إلى القبو. كان الشيطان يطالب بغنيمته. تبعت جوليا والسيدة ماندي مسلحتين بمكوات حديدية وصلات يائسة صرخات الصبي المرعوبة. وجدتاه على المذبح الحجري، والكيان الغامض يحوم فوقه، وعيناه الحمراوان تتوهجان بالنصر. وقف شبحا دونا وبيتر بجانبه، وأشكالهما أكثر صلابة من أي وقت مضى، ووجوههما خالية وخاضعة لسيدهما المظلم. بينما بدأ الكيان في استنزاف قوة حياة رون، قاوم الصبي في لحظة شجاعة لا تصدق. تذكر دروس جوليا في الحب والحماية. صرخ باسم أخته صوفي. تسبب هذا الفعل من الحب النقي غير الأناني، وهي قوة لا يستطيع الشيطان فهمها في صدع في الطقس. تراجع الكيان وضعف مؤقتاً. رأى رون فرصته، فأمسك بحجر حاد مفكوك من المذبح المتهالك وغرسه في صدره. لم يكن انتحاراً، بل تضحية. بتقديم حياته طواعية، حرم الشيطان من غنيمته، كاسراً الشروط المحددة للنبوءة. أطلق الشكل الغامض صرخة غير أرضية من الغضب والألم بينما تكسر اتصاله بالعالم. حطمت صرخة الكيان أشكال دونا وبيتر الشبحية. تحررت أرواحهما من عبوديتها التي دامت قرناً، وتغيرت وجوههما من أقنعة خالية إلى تعابير حزن وامتنان عميقين. نظراً إلى جوليا وشكر صامت في عينيهما،
قبل أن يذوبا في ضوء هادئ وتحررت أرواحهما أخيرا. انفجر الشيطان بعد أن تحطمت قوته وأغلقت بوابته بتضحية رون، واختفى عائدا إلى البعد الذي جاء منه. في الصمت المفاجئ والصاخب هرعت جوليا إلى المذبح، لكن الأوان كان قد فات. لقد رحل رون. احتضنت صوفي التي كانت في حالة ذهول وهربت من القبو الملعون، تاركة الصمت والظلام وراءها. وصلت أخبار أحداث تلك الليلة على الرغم من الرقابة الشديدة إلى ويليام. غارقا في الشعور بالذنب لما كلفه جبنه لابن أخيه، باع على الفور منزل اللينر لشركة لم تكن مهتمة بتاريخه بل بأرضه فقط. تم إغلاق القصر بألواح خشبية وسيجت أراضيه، وأعلن أنه غير آمن للدخول. أخذت جوليا صوفي بعيداً عن المرتفعات وانتقلت إلى المدينة لتربيتها كابنتها بعيداً عن الظلال والهمسات. على الرغم من نجاتهما بقية الندوب. لا يزال منزل لينر قائماً صامتاً وفارغاً، نصب تذكاري دائم للأسرار التي يحتفظ بها. يقول السكان المحليون إنه في أبرد الليالي يمكن رؤية ضوء خافت في نافذة القبو، تذكيراً بأن بعض الشرور لا تدمر بل تنتظر فقط.